هل تدرك أن هذا المشهد الذي تراه الآن هو من أقدم صور القوة والحب التي خلدت في تاريخ البشرية؟ قبل أن نتابع، إن كنت شغوفا بحضارة مصر العظيمة فلا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته والاشتراك لمتابعة المزيد من الكنوز. هذا هو تمثال الملك منكاورع وزوجته خعمررنبتي الثانية، إحدى أعظم روائع النحت في عصر الأهرامات. يقف الملك منكاورع خامس ملوك الأسرة الرابعة بخطوة ثابتة إلى الأمام وجسد مثالي يعكس القوة والانضباط، يرتدي النمس الملكي ولحية مستعارة تجسد هيبة الحكم ورمز السلطة. وعلى جانبه تقف الملكة خعمررنبتي الثانية، ليست واقفة فحسب، بل تحيط الملك بذراعها في حضن حام يحمل الكثير من المعاني. وجه الملكة يتجه مباشرة نحو الأمام، وكأنها تقدم الملك للعالم بثقة واعتزاز. ملامحها دقيقة ورقبتها طويلة، وجسدها يعبر عن الصورة المصرية المثالية للأنوثة. يبلغ ارتفاع التمثال 142 سنتيمترا، وقد نحت بدقة من حجر الشست الرمادي، واكتشف يوم 10 من يناير عام 1910 داخل معبد وادي الملوك عند أهرامات الجيزة على يد عالم الآثار جورج ريسنر. واليوم يقف هذا الأثر الخالد في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، شاهدا على عبقرية المصري القديم وعلى علاقة جمعت بين القوة والوقار. تمثال الملك منكاورع وزوجته خعمررنبتي الثانية، نبض حضارتنا المصرية بعيد اليوم عن وطنه في متحف أجنبي، ونأمل أن يعود يوما ليقف شامخا في أرض مصر شاهدا على عظمة تاريخها. إن راقت لكم هذه الرحلة عبر التاريخ فشاركوا الفيديو مع الآخرين واضغطوا متابعة، فما زال لدينا الكثير من أسرار مصر التي تستحق أن تروى.